هنتكلم عن العمق. احنا ما ضيعناش العمق، احنا بطلنا ندور عليه. افتح اي منصة دلوقتي، اول فيديو بيضحك سريع، تاني فيديو ترند، تالت فيديو ولا حاجة. ملايين المشاهدات في دقايق، وفي نفس الوقت حد بيبني فكرة، حد بيحاول يفهم، حد بيعمل معنى ومحدش شايفه. ليه الأسهل دايما بيكسب والأعمق والأتقل بيختفي؟ الإجابة مش واحدة، الإجابة 2. المنصات مش مصممة إنك تخليك تفهم، هي بتعمل حاجة، هي بتبقى عايزة تشد، بتكافئ السريع مش اللي بيتكلم بجد. الفيديو القصير بياخد أكتر، والجملة السهلة بتنتشر، والفكرة التقيلة بتموتها الخوارزمية. دي مش صدفة، ده تصميم. التيك توك بيكافئ 15 ثانية، اليوتيوب بيكافئ اللي بيفضل معاه، كلهم بيكافئوا اللي بيخلي المشاهد يفضل يكمل أيا يكن هو ايه، مش اللي بيخليك تفكر. النظام مش بيمنعك تفكر، بس بيكافئك لما ما تفكرش. خدت بالك منها؟ نجيب محفوظ لما كتب عن الثلاثية 3 روايات بجيل كامل، تتعمل دلوقتي في بوست دقيقتين. انت شايف احنا وصلنا لايه؟ ده مش لان الناس بقت اغبى، بس لان الوقت اللي بنديله الفكرة بقى قليل جدا عن زمان. المشكلة دي ما بدأتش مع المنصات والنت وكل ده، المشكلة بدأت من زمان قوي. في المدرسة لما علمونا نحفظ مش نفهم، نجيب درجات في الامتحان بس مش في الحياة. كان السؤال دايما ايه الإجابة مش ليه. وبعدين جت المنصات، لقيت جيل بيتدرب على السرعة فكافئته عليها. المدرسة علمتنا نعدي، والإنترنت علمنا نعدي أسرع. بس النظام مش هو الحكاية كلها، لأن النظام بيدينا اللي بنطلبه، واحنا طلبنا السهل السريع، طلبنا اللي ما يوجعش. لأن الفهم محتاج وقت، محتاج صبر، محتاج انك تقف. واحنا بقينا بنعدي. احنا اخترنا اللي يريحنا مش اللي يغيرنا. العمق الحقيقي ما اختفاش من المحتوى بس، ده اختفى من العلاقات. قاعد مع واحد، الاتنين ماسكين التليفون، مش لانكم مش عايزين تتكلموا مع بعض، لا، لان الصمت بقى محرج. مش عايزين تقعدوا قدام بعض ساكتين، بس الصمت ده هو اللي بيعرفنا على بعض. بدل ما احنا دلوقتي بنطمن على بعض بلايك، بنعز بعض في كومنت، ده احنا حتى ممكن نتخانق في الكومنتات. ما بقاش في وقت للقعاد، ما بقاش في وقت للسكوت اللي بين الكلام، لانه ما بقاش في كلام اصلا. في تجربة اتعملت على ناس بيقروا اخبار، قسموهم نصين، نص بيقرأ اخبار ومقالات طويلة، وجزء تاني بيقرأ عناوين وبعض من الكلمات. بعد فترة سألوا الاتنين عن نفس الأحداث. النص الأول فهموا العلاقة والأسباب والنتائج، التاني عرف الأخبار بس ما فهمش أي حاجة. الفرق مش في الذكاء، الفرق في الوقت اللي اديناه للفكرة. انت تفتكر لو في حد ذكي جدا وما عندوش وقت يقرأ، هل هيتطور؟ قصاده واحد عادي بس بيطور من نفسه كل مرة، وبيكتب وبيقرأ وبيعمل كل حاجة. ده ادى للفكرة وقت، وده اللي هيخليه أعلى منه.
هو ايه اللي حصل لما العمق اختفى؟ الرأي بقى موقف مش تفكير، الحكم بقى سريع مش مبني. مش بس بقينا أقل معرفة، بقينا أقل دهشة. لما كل حاجة بقت متاحة ومحدش بقى بيتعب إنه يفكر، مبقاش في حاجة إنها تبهرك، لأن الدهشة بتيجي من الانتظار، إنك تقعد، مش السرعة والجري. في حاجة مش بنحس بيها واحنا بنجري كده، مش بس الوقت، احنا بنفقد القدرة على الإحساس بالعمق. العضلة لو ما استخدمتهاش بتضعف. الصبر عضلة، التركيز عضلة، القدرة على إنك تقعد وتفكر دي عضلة. واحنا بقينا بنضعف العضلات دي كل يوم ومن غير ما نحس. في سؤال بنخاف نسأله، مش لأن الإجابة صعبة، لأن الإجابة دي ممكن تغير حياتك. أنا فاهمي مش حافظي، فاهمي. الفرق الكبير ببساطة، الحفظ بيتمسح، الفهم بيفضل. احنا في زمن بتحفظ كتير وبتفهم قليل. بنعرف أسامي بس ما بنعرفش معانيها، بنعرف الحدث بس مش فاهمين السبب. وده بتلاقيه ظاهر في طريقة كلامنا، في علاقاتنا، حتى في قراراتنا. كل ده اتأثر في لحظة بنضيعها كل يوم، مش لأنها مش موجودة، لأنها بتيجي وإحنا مش موجودين. اللحظة اللي بتصحى فيها الصبح قبل ما تمد إيدك للتليفون، دماغك صافية، مفيش صداع، مفيش أخبار، مفيش أي حاجة. في الثواني دي انت ممكن تسأل نفسك فعلا أنا عايز إيه؟ بس بدل ما بنسأل بنمسك الموبايل ونملى كل الفراغ ده بحاجة تانية خالص، وبتضيع اللحظة الوحيدة اللي في يومك كله اللي كانت بتاعتك واللي تقدر تسيطر عليها. النظام اللي العالم ماشي بيه ده ما أجبركش، هو عرض وانت قبلت. وده معناه انك ممكن ترفض وتطلع براه، مش بثورة ولا انك تمسح كل حاجة، بحاجة بسيطة، انك تقف قدام فكرة وتديها وقتها، تقف مع نفسك وتقول أنا فاهم إيه فعلا. الوقوف مش ضعف، ده أصعب حاجة في زمن السرعة. العمق ما اختفاش، هو موجود بس في حتة تانية، في الكتب اللي محدش بيقرأها، حتى في البوستات بتاع الفيس اللي محدش بيقدر يوصل لآخرها. مش لأن الموضوع صعب، لأنه بطيء ونتيجته مش فورية زي اللي انت متعود عليه. بتقرأ كتاب أو رواية من غير ما تتخيله، بتشوف فيلم من غير ما تشيك على تليفونك، بتسمع حد من غير ما تفكر أصلا في الرد. احنا ما ضيعناش العمر، احنا بس بطلنا ندور عليه. السؤال مش ليه العالم كده، السؤال انت هتختار ايه؟ الفيديو ده خلص، هتكمل في اللي بتعمله ولا هتقعد وتفكر؟ وتتابعنا طبعا. سلام.